فيلم روكي 4 هو الجزء الرابع من سلسله افلام روكي اللي كان بدايتها صعب شويه، خصوصا الجزء الاولاني اللي كان معمول بميزانيه قليله جدا، واللي كان صعب شويه بالنسبه لسيلفستر، ما كانش متوقع نجاحه. فيلم الجزء الاولاني ما كانش فيه ميزانيه لحاجات كتير قوي، خصوصا ان كان فيه بعض السينز اللي بتتحب بنفس الماتيريال. السين بتاع بولي وهو بياكل الديك الرومي وهو بيقطع الورك ده لما كانوا بيعيدوا السين كانوا بيدبسوه، ما كانش ميزانيه كافيه ان هم يجيبوا ديك رومي تاني. هنشوف كمان في السين بتاع روكي وهو بيتزحلق مع ادريان على الجليد، ما كانش ميزانيه كافيه ان هم يجيبوا روكي شوز لتزحلق الجليد، ولكن قالوا هيمشوها في السين ان روكي ما بيعرفش يتزحلق على الجليد والسين مشي والدنيا مشيت. على عكس اللي سيلفستر كان متوقعه، الفيلم نجح بشكل كبير جدا، وبدات سلسله افلام روكي 1 2 الثالث الرابع الخامس والسادس، وظهر بعد كده اكستنشن لسلسله افلام روكي واللي كانت بعنوان كريد، اللي كان اكستنشن لابن ابولو كريد وهو بيكمل المسيره، ومعاه المدرب بتاعه سيلفستر ستالون اللي هو روكي. سلسله افلام روكي في بعض منها نجح وفي بعض منها ما نجحش، بعض عجب الناس وبعض تاني ما عجبش الناس، في حاجات غير متفق عليها، وده شيء طبيعي جدا لان هو لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وده شيء معروف جدا وده شيء متوقع. ولكن انا بالنسبه لي انا علق معايا الجزء الاول والثالث والرابع، الخامس شويه، ولكن الاول والثالث والرابع كانوا بالنسبه لي من اكتر الاجزاء اللي علمت معايا، لان فيهم مورال او فيهم عظه كده معينه انت ممكن تاخدها، حاجات انت اكيد كشخص رياضي او كشخص بتشتغل فانت مريت بالكلام ده قبل كده. والنهارده انا جاي اكلمك عن الجزء الرابع اللي كان فيه بعض الحاجات اللي شدتني. الجزء الرابع اللي كان ظهر فيه شخصيه ايفان دراجو المقاتل الروسي اللي قدر انه يخلص على ابولو كريد في بدايه الفيلم، والباقي انت عارف ايه اللي هيحصل. والمعروف في افلام روكي ان احنا بنشوف دايما سيلفستر ستالون وعلى الجانب الاخر المنافس بتاعه هما بيتمرنوا. اللي عجبني ان اخراج الفيلم والفيلم عامه كان فكرته ان هي مبنيه قد ايه دول كانوا متمكنين من اساليب التدريب، وان قد ايه هما كانوا متقدمين الفتره دي في اساليب التدريب. كنا بنلاقي الاثنين بيلعبوا على كواليتيز معينه، وايفان دراجو كان بيتمرن على اكتر من حاجه معينه. كنا شايفين مثلا في بعض السينز كان بيجري، في بعض السينز الثانيه كان بيلعب بعض الحركات بتاعت الويت ليفتنج، في بعض السينز الثانيه كنا بنشوف انه بيلعب على حاجه زي الريزيستنس تريننج العادي، في بعض السينز الثانيه كنا بنشوف انه بيعمل حاجات زي الستير كلايمنج انه بيطلع على انكلاين او اب هيل. على الجانب الاخر كنا طبعا شايفين بقى الجزء البطولي من الفيلم ان روكي كان بيتمرن باقل امكانيات، كان بيتمرن في معسكر كده بالخشب، وكان بيجري على الجليد وكان بيطلع الاب هيل، والباقي انت عارف مين هيكسب. طبعا اي رياضه تخصصيه بتكون محتاجه مجموعه من الكواليتيز او مجموعه من الحاجات اللي تكون انت محتاجها كشخص رياضي عشان توصل للتوب ليفل بتاعك. على سبيل المثال حاجات زي السترينث او الماكسيمم سترينث او القوه العظمى، او القوه زي ما بنقول انت بتقيس بتشيل اكتر وزن في حركه معينه، او الماكسيمم سترينث بتاعك او القوه العظمى بتاعتك عامه عامله ازاي. دي من ضمن الكواليتيز. عندك كواليتي تاني هي السترينث از سبيسيفيك تايم، او اللي انت قدرتك ان انت تنتج قوه في وقت معين، اللي هو بنقدر نسميها في بعض الرياضات الباور او القوه الانفجاريه. عندك حاجه زي الاجيلتي، او عندك حاجه زي قدرتك على ان انت تغير اتجاهك، عندك حاجه زي الانديورنس او قدرتك ان انت يبقى عندك قوه تحمل انك تعمل مثلا مجهود معين لمده طويله. ولكن في البوكسنج، وهو ده المثال بتاع فيلم روكي، رياضه البوكسنج هي في الغالب معتمده بشكل رئيسي على تدي سترينث في وقت قليل، او ان انت تقدر تدي قوه كبيره في وقت قليل شويه، زي انك تلعب كروس سريع او هوك سريع، او حتى الجاب بتلعبه في وقت قليل، برضه محتاجه ماكسيمم سترينث ولكن باولويه اقل شويه من الباور، ولكن برضه محتاجه قدره كويسه ان يبقى عندك قوه تحمل كويس، وبرضه اجيلتي كويسه، او ان انت تقدر تغير اتجاهك بشكل كويس. زي ما بنشوف مايك تايسون قد ايه هو سريع وقوي قادر يغير اتجاهه. وتغيير الاتجاه وحاجه زي الاجيلتي هي بتكون حاجه سبيسيفيك، او ان انت لازم تكون بتقدر تغير اتجاهك في الحاجه السبيسيفيك اللي انت هتلعبها، او في الحاجه السبيسيفيك اللي انت هتشارك فيها او اللي انت هتمارسها. زي البوكسنج بنشوف بعض الدريلز اللي بتكون مختلفه شويه عن لعيبه الكوره، التدريبات اللي هم بيعملوها مختلفه مثلا عن لعيبه الكوره اللي بتكون سبيسيفيك اكتر للتاسك اللي هم بيعملوه. وبالتالي كل رياضه بيكون ليها اولويات معينه، انت على اساس الاولويات دي بتقدر تحط السيزون بتاعك. فعلى سبيل المثال لو هناخد سيزون مكون من 36 اسبوع لاعب رياضه تخصصيه، فبالتالي كل ما يقرب على الفتره اللي فيها بيكون في السيزون بتاعه، او الفتره اللي هيكون فيها في كومبيتيشن معين او في لقاء معين، هيحاول يخلي التمرين بتاعه مخصص اكتر تجاه الكواليتيز اللي هو محتاجها قرب البطوله. كل ما كان ابعد كل ما كان الحاجات اللي هيركز عليها هتكون مش سبيسيفيك قوي، بس هتساعده في الفيز اللي بعد كده اللي هيقرب منها من خلالها في البطوله. كل ما كان اقرب للبطوله كل ما كان سبيسيفيك اكتر، كل ما كان تخصصي اكتر، كل ما كان سبيسيفيك للحاجات اللي هتفيده بشكل اكتر. ولكن هل ده معناه ان الحاجات اللي هيعملها في الفتره اللي قبل كده مش هتكون مهمه؟ لا، هتكون مهمه ولا تقل اهميه، ولكنها اقل سبيسيفيستي شويه، ولكنها هتساعد في الفيزز اللي بعد كده او في المراحل اللي بعد كده
لغايه ما يوصل للكومبيتيشن بتاعته او الماتش بتاعه. حابب اختم معاك النهايه، لو انت شخص مش بتلعب رياضه خصوصيه او ان انت شخص هدفه يحسن من صحته، انا مش عايزك تحجم نفسك خالص فكره ان انت هتمرن الهايبرتروفي او هتمرن الزياده العضليه، فبالتالي انا مش لازم العب كارديو او لازم ابعد عن حاجات معينه، لازم ابعد عن الفتيج مش عارف ايه. انت الفتيج او ان انت تحسن من صحتك عامه، انك تحسن من كواليتيز كتير جدا هتفيدك في حياتك بعد كده، فده شيء الاهم وده الشيء اللي انت بتلعب رياضه عشان، مش عشان بس انك يبقى عندك عضلات. خصوصا ان في بعض الابحاث والدراسات اللي قالت ان الكونكرنت تريننج او ان انت تلعب اكتر من حاجه مع بعض، زي مثلا الكارديو او طريقه معينه من انواع الكارديو مع رياضه الحديد او الجيم، مش هيأثروا على بعض بالشكل الكبير اللي انت متخيله، ولكن الاهم الصوره الاكبر، انت مراعي عوامل الاستشفاء بتاعتك، مراعي حياتك عامله ازاي. كل دي حاجات اهم من ان انت تركز ان انا هلعب كارديو ولا لا، وهل الكارديو هيأثر على ضخامتي ولا لا. ما تبقاش قفل وما تضيعش دماغك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكون افضل، وانتظرونا في السيت اب الجاي. انا يعني عذرا لو كان السيت اب مش احسن حاجه، ولكن انتظرونا في السيت اب الجاي هيكون افضل من كده بكتير. وكان معكم زياد بدر، ودي قناه زياد بدر، واشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وحط لي كومنت لو الفيديو عجبك، ولو عندك اي اسئله تسيبها لي. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، تابعني على تيك توك، والسلام عليكم.